اتعملت تصفيات كاس الامم، وراضي على الاداء بتاع اللعيبه طول التصفيات. والنهارده يمكن زي ما قلت اشتغلنا بالماتش اللي فات مجموعه، كملنا معاهم النهارده المجموعه الثانيه اللي كانت موقوفه، والناس اللي اشتغلت النهارده، ورجوع الناس اللي لعبت تريزيجيه. لكن الحمد لله يمكن قوام التيم بالنسبه لي انا سعيد بيه، اللي لعبوا المجموعه اللي فاتت، الماتش اللي فات والماتش الاول. انا سعيد ان انا الناس كلها خدت فرص، ودايره المنتخب بقت اكبر، واختياراتنا ان شاء الله الحمد لله، واللعيبه اللي عندنا ثقه في كل اللي موجودين، الناس الاساسيين او النجوم الكبار مع اللعيبه اللي اشتغلت في الفتره الاخيره. فالحمد لله، وكنا نتمنى طبعا ان المكسب النهارده، ولكن الحمد لله احنا ما خسرناش في التصفيات خالص، ودي حاجه ايجابيه. وال 14 نقطه اللي خدناهم يعني حاجه اعتقد ما حصلتش في تصفيات كتير في كاس منتخب مصر. وزي ما شفنا التصفيات عموما في كل المجاميع مش مجموعتنا بس، الموضوع مش سهل يعني. في فرق كبيره، منتخبات كبيره طلعت، وفي منتخبات كتير وصلت وخسرت ماتشات بعد الماتشات، ومنتخبات انتوا عارفين يعني ليها اسم كبير يعني. مش هقول غانا وتونس خسرت، لكن احنا الحمد لله حافظنا على عدم الخساره. والمكاسب الكبيره اللي حصلت في اثناء تطوير المنتخب، يعني المنتخب طول الوقت انا بشتغل على تطوير المنتخب من مباراه لاخرى او معسكر لمعسكر. والاول مره تحصل تصفيات زي ما شفنا، يمكن اول مره المنتخبات او الفيفا او